الدعاء أكرم شيء، أعظم شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فضيلة من الفضائل، شرف، وأي شرف، عبادة، بل هي العبادة نفسها دعاء الله وسؤاله. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه نصارخ علشان يسمعنا، أو ربنا قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهناك أوقات تستجاب فيها الدعوة، منها جوف الليل الآخر، منها بين الأذان والإقامة، منها إذا سمع الإنسان صياح الديكة، منها إذا التقى الصفان في القتال في سبيل الله، منها إذا نزل المطر فإن الدعاء يستجاب، منها وقت السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، منها حين الإفطار للصائمين فإن هذا وقت استجابة الدعاء، منها أدبار الصلوات المكتوبة فاحرص يا عبد الله فيه على الدعاء. وفي كل وقت في اليوم والليلة فرصة للدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.